إن شاء الله اليوم ده هناخد فيه مراجعة على ما سبق لأحكام التجويد بالنسبة لحكم النون الساكنة والتنوين، حكم النون الساكنة وحكم الميم الساكنة والتنوين. أول حاجة يا أولاد تعرفوها أن تلاوة القرآن عبادة من أعظم العبادات، إنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه مما خرج منه، وهو كلامه سبحانه وتعالى. فتجويد القرآن حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، كما يقول علماء التجويد من الجزء القائل أصلا في هذا. عايزين نقول التجويد لغة هو التحسين، اصطلاحا هو إعطاء الحرف حقه من الصفات ومستحقه من الأحكام، حقه ومستحقه. حق الحرف الصفة الذاتية فيه لا تنفك عنه، مثل الاستعلاء، الاستفال، الشدة، الرخاوة. يعني حرف مستعلى زي قط، اللسان بيعلو فيه، دي صفة ذاتية فيه لا تنفك عنه جميع الأحوال، ما يجيش مرة مستفل ومرة مستعلى، هو على طول مستعلى. يبقى حقه حقه صفة ذاتية فيه الاستعلاء، يستحق بقى ما يناسبه من الحكم اللي هو التفخيم. الحرف مستعلى صفة ذاتية فيه، مستحقه الحكم المترتب على الاستعلاء اللي هو التفخيم، وهكذا. ده معنى التحسين أو معنى التجويد اللي هو إعطاء الحرف حقه ومستحقه لصيانة اللسان عن الخطأ في القرآن، حتى لا يقع الإنسان في اللحن. واللحن ده هو الميل عن الصواب، وينقسم إلى لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي هو خطأ يطلع على اللفظ فيخل بمبنى الكلمة ومعناها. مبنى الكلمة يطلع على الخطأ، مثل نطق السين صاد أو الصاد سين، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، ديت الصراط بالصاد والطاء، ينطق الصاد سين، الصراط، ده خطأ طلع على اللفظ. هل اللحن الجلي في الصلاة بالفتحة يمكن الصلاة؟ ده حكم آخر، حتى لا ندخل التجويد في الأحكام الفقهية، حكم آخر. الصراط فيبدل الصاد إلى سين، يبدل الصاد إلى سين، ويبدل الطاء إلى تاء، ده خطأ طلع على اللفظ فخلف بمبنى الكلمة، الحرف نفسه اتبدل، ينطق الثاء إلى سين والذال إلى زاي، هذا ينطق هذا، ده خطأ جلي طلع على اللفظ فأخل بمبناه. يطلع على اللفظ يخل بمبنى الكلمة أو معناها، ومعناها ممكن تأتي على التخيير أو ممكن تأتي على العطف. يعني يبدل الحركة إلى غيرها، فينطق الفتح إلى ضم، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فينطق كلمة رسوله وهي مرفوعة معطوفة مرفوعة، فينطقها مجرورة فغير المعنى. ولا تنكحوا المشركين، فغير المعنى بسبب حركة الحرف، التشكيل بتاعه. ولا تنكحوا المشركين فينطقها لأن يجيبوا أمثلة ظهرت المعنى. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، هو أصلا هذه المعنى خطأ. هي المشركين لو أسلموا ينفع رجل يتزوج رجل ولا امرأة تتزوج امرأة؟ يبقى كده غير المعنى خالص، خرج عن السياق، خرج عن المعنى بسبب خطأ في المبنى في الحرف. فصيانة ده التجويد الظاهر، اللحن الظاهر، اللحن الظاهر، لحن ظاهر، ده يعرفه الجميع. كل إنسان عربي عنده فطرة عربية سليمة بيتنبه لهذا. اللحن الخفي هو خطأ يطلع على اللفظ فيخل بعرف القراءة، مثل قصر المتصل، السماء، فينطقها بحرفين بحركتين، أو العلماء تجد يقولوا بألف واحد،
مفترض يبقى ايه الفين. الالف مقدارها مد كام حركه؟ حركتين. او يترك احكام الغنن، كل ده لحن. والله عز وجل قال ورتل القران ايه؟ ترتيلا. المطلوب من الانسان ان هو يقرا القران قراءه صحيحه سليمه كما قراها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سمعها من جبريل، وكما سمع جبريل من رب الايه العالمين. ده شيء مهم. نتكلم النهارده عن ايه؟ عن مراجعه شامله لاحكام النون الساكنه والتنوين والميم الساكنه. احكام النون الساكنه والتنوين لها كم حكم؟ حكم الاظهار والادغام والاخفاء والاقلاب. انا خدنا منهم 3 احكام: الاظهار والادغام والاخفاء، لسه الاقلاب. هنا بيقول لك عارف النون الساكنه. احنا قلنا النون الساكنه ايه؟ نون ساكنه اصليه تثبت لفظا، احسنت، وخطا ووصلا ووقفا. لفظا وخطا. لفظا ايه؟ في اللفظ بننطق النون ايه؟ نون. من امن بنطقها ايه؟ نون. وخطا بكتبها نون. لفظا وخطا ووصلا ووقفا، سواء انا وصلت النون بما بعدها او وقفت على النون، قلت من فانهار ينأون، سواء انا وصلت النون بما بعدها نون الساكنه او النون بما بعدها او وقفت عليها، هي هنطقها ايه؟ نون. هنطقها ايه؟ نون. طيب تأتي في الأسماء والأفعال والحروف. التنوين هي نون ساكنة إيه؟ مزيدة تلحق آخر الأسماء وتوافقها لفظا لا خطا. يعني عبارة عن إيه؟ فتحتين ضمتين كسرتين، فتحتين ضمتين إيه؟ كسرتين. خدنا الكلام ده؟ فتحتين ضمتين إيه؟ كسرتين. توافقها لفظا لا خطا، يعني في اللفظ بنطق التنوين إيه؟ نون. بنطق التنوين إيه؟ نون. طيب ولكن في الخط بكتب التنوين عبارة عن إيه؟ فتحتين او ضمتين او كسرتين، ما اكتبوش نون، انا بنطقه نون. يبقى لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا. في الوصل فقط بيظهر التنوين. طب في الوقف بيحذف التنوين، بيحذف التنوين، بيبدل الى سكون، يبدل الى مد عوض. خلاص. كذلك في كلمة خاشعة، لو وقفت على التنوين اللي على التاء المربوطة نبدلها الى تاء ايه؟ الى هاء، الى هاء ساكن. احنا قلنا عارف حكم النون الساكنة. التنوين قلناه الإظهار الحلقي هو النطق بالنون الساكنة أو التنوين. النطق بالنون الساكنة أو التنوين، النطق بالنون الساكنة أو التنوين بدون غنة، بدون غنة كاملة. إذا جاء بعدها حرف من حروف الإظهار الحلقي الستة: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. ده في تحفة الأطفال. في مثل شائع يقول: أخي هاك علم، أخي هاك علم حاذاه غير خاص. أخي هاك علم حاذاه غير إيه؟ خاص. أخي همزة، هاك هاء، علم عين، حازه حاء، غير غين، خاسر خاء. وفي مثل دارج ومشهور عند في التجويد: ان غاب عني ايه؟ الام لما بتحب ابنها جامد او بتحب بنتها جامد او بتقول ايه؟ ان غاب عني حبيبي همني ايه؟ خبر. لو ابنها راح المدرسه اول يوم في المدرسه في الحضانه تفضل يا ترى ابني كل ولا ما كلش، ده شرب ولا ما شربش، ان غاب مشغوله بيه، همني ايه؟ خبر. ممكن تتصل كل ساعتين: ها الولد عامل ايه النهارده؟ كويس؟ طب كده. ان غاب عني حبيبي همني ايه؟ خبر. مش الام بتعمل كده برضه؟ طيب ربنا يبارك في امهاتكم ويرحم اموات امهاتنا يا رب، امين. الادغام احنا قلنا ده مراجعه سريعه. الادغام، حد عارف الادغام؟ قول يا ريماس. احسنت، تستاهل جايزه يا محمد. انت بقى مسؤول بقى لايه؟ توزيع الجوائز. ادخال الحرف ساكن في حرف ايه؟ متحرك بحيث سواء حرفا ايه؟ واحدا كالثاني مشددا. يعني ايه؟ النون الساكنه او التنوين
إذا جاء وراء حرف من حروف يرملون بنحذف النون الساكنة أو التنوين ونشدد ما بعدها في النطق. من يأتي، هي أصلها من يأتي، نون ساكنة جاء بعدها ياء، والياء من حروف الإدغام بغنة، هنحذف النون وهنشدد الياء تبقى إيه؟ من يأتي. خلاص؟ من ربهم. ومن لم يؤمن، هنحذف النون وهننطق إيه؟ اللام مشددة، بس خد بالك بدون إيه؟ ما تقوليش ومن لم، لا ومن لم على طول. واضح؟ ده الادغام، ادخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا ايه؟ واحدا كالثاني ايه؟ مشدد. ماشي. ملك ادي لها يا عم واحده، هي بتساهم بتشارك. حروف الادغام بغنة حروف الادغام مجموعه في كلمه يرملون. الادغام بغنه ينمو، الادغام بغير غنه اللام والراء. من ياتي، مما، مواق، موال، من ربهم. ومن لم يؤمن ده ادغام بغير غنة. الغنة صوت رخيم يخرج من اعلى الخيشوم مسمى من اعلى الانف مسمى بالخيشوم، وهي تتبع ما بعدها. الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وتدقيقا، تفخيما وتدقيقا. التفخيم والتدقيق، حروف التفخيم ايه هي؟ انا خص ضغط ايه؟ قز. ما لحقتش تقول انت يا داوود، عارف؟ خلاص المره الجايه هسألك. خص ضغط ايه؟ قز. الخاء والصاد والضاد والطاء والقاف والظاء. طيب الاخفاء الحقيقي، قول يا داوود. ادوله البرطمان كله بس فاضي. خد يا عم واحده مش مشكله. هو النطق بالنون الساكنه والتنوين بصفه وسط بين الادغام والايه؟ والاظهار. بين الادغام والايه؟ اظهار. نقول ينطقون، ينطقون، ينطقون. انا بقول ايه؟ النطق بالنون الساكنه او التنوين بصفه وسط بين الادغام والايه؟ والاظهار. بقول ينطقون بين الادغام، ما اقولش يطقون، والاظهار ما اقولش ينطقون. النون مخفاه مع مراعاة الغنة حركتين، مع مراعاة الغنة ايه؟ حركتين. تختلس، ما تجيبليش الاخفاء وتسيب الغنة. لازم تعطي الزمن، زمن لازم ياخد مجراه. ما تستعجلش. اللي عنده طفل صغير اول ما يتولد لازم بيشرب حاجات مناسبة لسنه، لسنه، ولا يقولوا اتفضل بقى عشان تكبر بسرعة كل بقى لا. طب احمد سنه كبير، يسأله السؤال اللي بعده. احمد سنه كبير. ينطقون هنا غنة ايه؟ مفخمة ولا مرفوعة؟ قول ايه؟ مفخمة. ليه بقى مفخمة؟ احسنت، ربنا يبارك فيك. ينطقون. طيب كده احنا اخدنا احكام الايه؟ تعريف الاحكام. المره الجايه ان شاء الله كله هيجيب معاه الايه؟ الكتاب ويكون مراجع كويس عشان نسال تاني وتالت ورابع. ماشي؟ المره دي سماح. استخرج الحكم التجويدي من، هي دي قطعه او مجموعه كلمات. قول لي الحكم التجويدي. وينأون، احنا دايما بنقول حكم النون الساكنه والتنوين وما بعدها. عينك بتيجي على ايه؟ تدور على النون الساكنه والتنوين. تدور على النون الساكنه والايه؟ تدور على النون الساكنه والايه؟ والتنوين. او الميم الساكنه وما بعدها. هنا نون ساكنه هنا اهي، جه بعدها همزه، بحكمها ايه يا محمد؟ حكمها ايه؟ احسنت. وينأون حكمها اظهار حلقي لان النون الساكنه بعدها ايه؟ همزه. تارة أخرى، تارة أخرى، هنا تنوين بعديه همزة، حكمها إيه؟ إظهار حلقي. إظهار إيه؟ إظهار حلقي. إظهار ليه؟ لأن بنظهر إيه؟ بنظهر التنوين أو النون. حلقي لأن سبب الإظهار حروف الحلق من الداخل إلى الخارج. طيب وإن من،
احنا قلنا واتفقنا الاسلام علمنا النظام الاستئذان والترتيب. فايدة الأول. احمد قول. وان من، احنا قلنا الادغام ادخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث السؤال حرفا ايه واحدا، حروفه او نطق بحرفين حرفا واحدا كالثاني مشدد، حروفه يرملون. هنا النون ساكنه لازم تكون نون ايه ساكنه. هي رمزها مش حلقه كده، رمزها في الخط راس حاء كده. طيب وان من حكمها ايه؟ ادغام بغنه ولا بغير غنه؟ احسنت. وان من حكمها ادغام بايه؟ يا داوود ابراهيم فينك النهارده؟ انت معانا ولا فين؟ وان من حكمها ادغام بايه؟ بغنه. ادغام بايه؟ ادغام بغنه. ليه بقى يا انس؟ لان النون الساكنه جاي وراها ايه؟ واو، والحروف من حروف الواو من حروف الادغام بغنه. ينمو ايه؟ ينمو من وجدكم تجارة ولا بيع. قول يا ابراهيم. ادغام بايه؟ تجارة ولا بيع. ادغام بغنة. ليه بقى؟ جه بعدها ايه؟ احسنت. التنوين جه بعدها ايه؟ واو. خلاص تمام. اديله جايزة. عرب بهم حكمها ايه بقى؟ حكمها انت الحكم الاول عشان نتاكد انت بتنطق صح. عرب بهم فادغام بغير غنة. طيب زياد ان شاء الله اللي هيجاوب. فإن رجعك. قول يا زياد. ادغام بغير غنة. فإن رجعك غفور رحيم. يرملون صح؟ الراء واللام ادغام بغير ايه؟ بغير ايه؟ من كان. انت نطقت صح. نون اسمه اخفاء النون، اخفاء حقيقي. اخفاء ايه؟ حقيقي. صف ذا سنة كم جاد شخص قد سمع دم طيبا زد في تقن ضاع ايه الظالم. صف ايه؟ ذا سنة. خلاص صف ذا سنة كم جاد شخص قد سمع دم طيبا زد في تقن ضاع الظالم. دي حروف الاخفاء الحقيقي. ومن شر حكمها ايه بقى؟ ومن شر حكمها ايه؟ صف ذا سنة كم جاد شخص. شاء. اخفاء حقيقي النطق بالنون الساكنه او التنوين بصفه وسط بين الاظهار والادغام كحرف ساكن عال من التشديد بصفه وسط مع مراعاه الغنه حركتين. طيب الغنه هنا مرققه ولا مفخمه؟ مرققه. الغنه هنا ايه؟ لان حروف التفخيم خص ضغط انقاذ. المثال الاخير ينطقون حكمها. قول يا ريماس. اخفاء حقيقي. ليه؟ ان النون الساكنه لازم تبين معلومتك. النون الساكنه طب حروف التفخيم ايه؟ هي حافظ الاثنين بس الدقه في فهم السؤال. السؤال ممكن يحتمل اكتر من اجابه بس تفهم السؤال كويس هتلاقي اجابته اجابه واحده بس فقط. لازم وانت بتحل تقرا السؤال تفهمه كويس تستوعبه شوف ايه المقصود منه لان ممكن اول السؤال يعكسه اخر السؤال يبقى خلاف اول السؤال. فما تتغرش انتظر حتى تنتهي من ايه؟ من سماع السؤال وقراءة السؤال كاملا. عرف حكم الادغام المثلين والاخفاء الشفوي والاظهار الشفوي. طبعا الادغام مثلين هي ميم ساكنه بعدها ميم. الادغام مثلين. قول يا ابني. حرفا واحد. احسن ممتاز. الاخفاء الشفوي ميم ساكنه بعدها باء. ميم ساكنه بعدها ايه؟ الإظهار الشفوي
ميم ساكنة بعدها أي حرف ما عدا الميم والباء. سهل رغم سهولة واختصار حكم الميم الساكنة، لأن بتغن مع حرفين فقط اللي هي الميم الساكنة بعدها ميم والميم الساكنة بعدها باء. رغم ذلك بيقع فيها كثير من الناس، بيهملوها بيغفلوها. فخد بالك. فلهم أجر، حكمها إيه؟ فلهم إيه؟ أجر. ميم ساكنة، أنا هوضح لك المعلومة بتاعتها. ميم ساكنة بعدها بعدها باء، ده إدغام وده إخفاء. فلهم أجر. ميم ساكنة بعدها همزة يبقى ده إيه؟ إظهار شفوي. إظهار إيه؟ شفوي. قول يا محمد. سعيكم مشكور. سعيكم مشكور. انا اقول السبب يا شيخ. قول. الميم جاي بعدها مين؟ لا، مش الميم جاي بعدها مين، لازم تكون ميم. ايوه احسن. سعيكم مشكورة. سعيكم ايه؟ تقول لي سعيكم مشكورة، ادغام مثلين صغير. سعيكم مشكورة. عليهم بمسيطر. عليهم ايه؟ عليهم بمسيطر. عليهم بمسيطر. ميم ساكنة بعدها ايه؟ بعدها بقى حكمها ايه؟ اخفاء شفوي. وكده بقى خلصنا مختصر ايه؟ حكم النون الساكنة والتنوين وحكم الميم الساكنة، ما عدا حكم الايه؟ الاقلاب. الاقلاب ان شاء الله ناخده المرة الجاية. في حاجة مش واضحة، وان شاء الله تجيبوا الكتاب وهنراجع تاني، ولكن المرة الجاية بقى ان شاء الله، المرة الجاية هنبدأ نقرأ من المصحف، ندرب نفسنا على الأحكام بالتهجي. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير.